التحضير لحفلة عيد الميلاد لصغارك ليس بالأمر السهل، فكثير من الأسئلة ستراودك: أي طعام وشراب سأقدمه للضيوف وعدد المدعوين، واختيار المكان وتجهيزه. ومع كثرة الأسئلة ستشعرين بالدوار، خاصة إن كنت أماً مشغولة على الدوام ووقتك ضيقاً جداً. لذا سنقدم لك بعض الخطوات التي ستساعدك في تنظيم حفلة عيد ميلاد رائعة. تحديد ميزانية لحفلة عيد الميلاد. ها أول الأشياء عليك أن تحددها، وهو المبلغ الذي تريد إنفاقه لحفلة عيد ميلاد طفلك، لتحديد الأشياء لعدم شراء الكثير من المستلزمات والأمور الغير مفيدة للحفل، وتخسر الكثير من الأموال والنفقات. ثانياً، حدد الطعام. سيحدد وقت الحفلة وعمر الضيوف الطعام الذي ستقدمه. من المهم التفكير فيما إذا كنت ستوفر بدائل صحية للأطفال بالإضافة إلى طعام الحفلات التقليدي. ومهما كان الطعام الذي تقرر تقديمه، تذكر هذه الأشياء الأساسية: هل سيكون هناك مساحة تخزين كافية في الثلاجة أو الفريزر لتناسب الطعام في الفترة التي تسبق الحفلة؟ هل سيكون لديك مساحة فرن أو موقد كافية للطهي أو التحضير في اليوم نفسه؟ فهذه أمور يجب أن تحدديها قبل بدء الحفل. اختر موضوع حفل عيد ميلادك. من الضروري اختيار موضوع عيد الميلاد بالإضافة إلى أكياس الكعك والحلوى، ومعرفة إذا كان لطفلك موضوعا مفضلا. فابدأ في البحث عن زينة الحفلات والأكواب والأطباق وأدوات المائدة وأدوات تناول الطعام. وهناك مجموعة كاملة من مواقع الويب المخصصة لهذه، ومتاجر لشراء كافة المستلزمات. واحرص على اختيار قائمة لأغاني عيد الميلاد. تحديد المكان الخاص. الأماكن التي تتحدد بشكل جيد هي تلك التي تشجع جميع الضيوف على التفاعل والاستمتاع. عليك اختيار مكان يجيد أن يجعل الجميع يجتمع ليغنيوا عيد ميلاد سعيد، ويأكلون كعكة عيد الميلاد، ويقضون وقتا ممتعا خارج إطار عيد الميلاد. عامل مهم يجب التفكير فيه إذا كنت ترغب في استضافة الحفلة في الخارج هو الطقس. يجب أن يكون المكان مناسبا أيضا لسن الأطفال الحاضرين. بمجرد تحديد المكان حان الوقت لتحديد التاريخ والوقت اللذين يناسبان احتياجاتك ويتناسبان مع جدول عائلتك. جرب ما إذا كان يجب أن تكون الحفلة في عطلة نهاية الأسبوع، أو إذا كان من الممكن التخطيط لها في يوم من أيام الأسبوع، خاصة إذا كانت لمرحلة ما قبل المدرسة. توفير مساحة كافية للأطفال عند تنظيم حفلة أول عيد ميلاد لطفلك. سيحضر الأطفال الآخرين بالتأكيد، لذلك تأكدي من وجود مساحة خاصة بهم للعب والزحف على الأرض بأمان، وتوفير مكان للاستمتاع. وأخيراً، التقط الكثير من الصور. الصور هي أفضل طريقة لتذكر حفلة عيد الميلاد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته، ولا تنسى الاشتراك في قناة صفوة المعلومات وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.